أحلى طبق على الفطار هو طبق الفول المدمس، خصوصًا لو دمسناه بنفسنا. هنعمل الفول سوا وهيطلع يجنن، ولا هيطلع القشرة بتاعته ناشفة ولا أي حاجة، وهيطلع كله مستوي سوا واحد. وهاقول لكم على شوية تريكات كده هتخلّي الفول يطلع منكم زي الزبدة، وهيطلع أحلى من المحلات، وأحلى كمان من الفول المُعلّب. الفول المُعلّب كل مواد حافظة وفعلًا بيبقى مُضر. يا ريت ندمس الفول في البيت هيوفّر معانا كتير أوي. وعلى فكرة هو بيكون سهل جدًا. أول حاجة هانقّي الفول واطلّع منه أي حصوة أو أي فولة شكلها مش كويس. بعد كده هاقسّم الفول، هاخلّي الفول الصغير لوحده، والفولاية اللي أكبر شوية المتوسطة لوحدها، والفول اللي الحبة بتاعته كبيرة شوية هاخلّيها لوحدها. ليه باعمل الخطوة دي؟ باعمل الخطوة دي علشان خاطر الفول كله ياخد سِوَى زي بعض، ويستوي بشكل متساوي. لو ما عملناهاش هتبقى حباية مستوية وحباية تانية لسه ما استوتش. الخطوة دي فعلًا مش اختيارية، لازم نعملها علشان كل الفول يبقى سِوَى واحد وياخد نفس الوقت في التسوية. اعملوا الخطوة دي صدقوني هتفرق معاكم كتير. بعد كده هاغسل الفول كويس وهانقعه في مَيّة باردة لمدة 3 ساعات، ما تزودوش عن 3 ساعات بس. بعد ال3 ساعات هاكُب المَيّة الباردة وهاضيف له مَيّة مغلية واحطه على النار. أمّا هيتحط على النار هياخد غلوة بسيطة جدًا، وبعدها هاوطّي النار وأخلّيها هادية جدًا، وأحط الشياطة بس مش هاغطّيه، هاوارب بس الغطا كده زي ما أنا عاملاه، علشان خاطر الفول بيفور بطريقة فظيعة جدًا. عشان ما يفورش منكم ويبهدل الدنيا خلّوا الغطا موارب. بعد ساعة وهو على النار كنت أنا عاملة بليلة مستوية، هاخد منها ربع كوباية، مقدار ربع كوباية بس. هاخد ربع كوباية من الحبوب بتاعة البليلة، وهاكمّل الكوباية بمَيّة البليلة. البليلة تحفة، بتدّي له لون حلو، ما بتخلّيهوش يغيّر اللون بتاعه ولا يغمق، وكمان بتدّي له قوام حلو جدًا. وحبّات البليلة نفسها مع الفول بتدّي طعم حلو أوي. طبعًا الفول طول ما هو على النار الهادية بنغطّيه ويكمّل السِوَى بتاعه، بياخد حوالي 4 ساعات تانيين. لازم نقلّبه كل شوية، ولو خلّص المَيّة بتاعته أو نقصت المَيّة بنزوّده بالمَيّة المغلية. خلص الفول زي الزبدة في منتهى الجمال. أنا هاعمل طبق الفول بفص توم مهروس وزيت وليمون وبس، أنا باحبه كده، بيبقى طعمه لذيذ أوي. طبعًا ده بيبقى حسب ذوقكم، طبعًا ملح وكمون. طبق الفول بقى أنتم بتشكّلوه زي ما أنتم عايزين. هو كده شكله وطعمه في منتهى الجمال، وبألف هنا على قلبكم.